السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، اشتراك في القناة وضغط لايك. قالت العرب قديما: موطنان يذهب فيهما العقل، وهما المباشرة والمسابقة. المباشرة تعني وهي الجماع، والمسابقة يقصد بها الرهان بالمال في سباق الخيل والإبل وغيرهما. يذكر السيوطي أن من عادة نساء صنعاء قديما يكون غنجها لزوجها وقت الجماع كله سب ودعاء عليه، وبعنوان آخر: الفحش في النيك أو الفحش في الجماع. قالوا: تزوج قاض امرأة من أهل صنعاء، فكان إذا غشيها أهرجت في القول وأفحشت، وفي ذلك تقول له: شقة شقة، ويلك، ثم ويحك، حر أمك، هو شقة، وصدغ أختك هو صدغي. فاشتد ذلك على القاضي ونهاها عنه، فلما رجع إليها صمتت، يعني عاود جماعها. صمتت أي سكتت عن ذلك القول الفاحش. فعثر نشاطه، يعني قل انتصابه. فلما رأى ذلك قال لها: عودي إلى عملك وعادتك الأولى، يعني إلى سبابها وإلى فحشها، وهذا إن كان للزوج فلا حرج في ذلك. كانت العرب تقول للمرأة إذا كانت حسنة التبعل إنها لعربة. أخرجه ابن جرير في تفسيره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن علي بن مهران حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: سئل ابن عباس قوله تعالى عربة، قال: العروب هي المرأة الملقة لزوجها، يعني التي تتغنج وتتذلل له كثيرا. وفي الختام لا تبخل بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.